هنعمل رز معمر في الفرن بأقل كمية دهون. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إزاي هنعمل رز معمر ما يكونش فيه دهون كتير ومفلفل في نفس الوقت؟ يلا بينا نشوف الطريقة التحفة دي وإزاي الوش بتاعه محمر كده من غير ما أحط عليه سمنة ولا زبدة ولا وش لبن ولا حاجة خالص. طب يلا بينا نسمي الله. معايا هنا الرز بتاعي أي كمية طبعا أنت عايزاها زي ما يعجبك، مفيش مشكلة خالص. أحط عليهم معلقة سمنة بلدي وأبتدي وملح وفلفل وأبتدي أدعك الرز كله شوية الزيت الصغيرين دول علشان الرز بتاعي يطلع مفلفل. معايا شوربة هنا ومعايا لبن. باحط معيار الرز بتاعي. لو أنتِ هتدخّليه الفرن على طول يبقى لازم تزوّدي نُص كوباية من الحليب أو من الشوربة. هتسيبيه يغلي غلوة وبعدين تنزّليه تدخّليه الفرن يبقى حُطّي معيار الرز بالضبط هو نفس معيار الرز الشوربة والحليب. دي بقى كوباية زبادي، كوباية زبادي عادية جدًا ضربتها كده لحد ما نعمت وغطّيت بيها الوش وهتطلّع لِك أحلى رز معمّر طِعِم جدًا ووشه محمّر. معايا هنا الشوربة بتاعة الحمام بتبقى جميلة جدًا، أنا باصفّيها عشان يطلع منها ورق الراولي أو أي حاجة، وهنبتدي ننزل بشوية ملوخية صعيدي ناشفة في منتهى الجمال. الملوخية بتبقى مسكّرة آآ أحلى من الملوخية الخضرا والله، بس يعني تكون جايباها من مكان أنتِ واثقة فيه يعني. نزلت بالملوخية كده في الشوربة وما تكتّريش شوربة إلا في الآخر خالص لمّا تشوفي أنتِ محتاجة إيه. معايا بطاطساية إيه، معايا بصلاية وطماطماية كده وضربتهم ومعلقة توم ومعلقتين أو مكعبين مرقة نزلت بيهم على الملوخية، وخلّيت نُص الحاجات اللي أنا ضربتها دي الطماطم والبصل علشان المكرونة لسان العصفور. هاعمل الطشة بتاعتي عادي خالص وما تخلّيش الملوخية طبعًا تغلي زي طريقة الملوخية الخضرا عادي خالص مش بتختلف كتير. نزلنا بالطشة بتاعتنا وما تخلّيهاش تغلي طبعًا. ملوخية في منتهى الجمال، حد يصدّق إن دي ملوخية ناشفة؟ بُصّي الجمال، وطعمة جدًا على فكرة عشان هي مسكّرة، ولو الملوخية بتاعتك حسّيتِ إن هي مش مسكّرة ممكن تحُطّي لها معلقة سُكّر عادي خالص. معايا لسان عصفور هنا هاحمّره برضه في شوية معلقة صغيّرة كده من السمنة البلدي علشان الشوربة بتاعتنا دسمة. هانزل على طول بعد ما تتحمّر لسان العصفور، وهانزل بالخلطة اللي أنا عملت نُصّها على الملوخية اللي هي البصل والطماطم، بيدّيها طعم تحفة. ربنا يحسن ما بين إيديكم، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.